مدام جربيز. الخبر ده كان صدمة عند جمهور الوسط الفني، لأن ما كانش حد يتخيل إن الوش البريء ده كان سبب في تدمير أسرة كاملة، الزوج والأخ والأم. هي الفنانة اللي اتحكم عليها بالإعدام لبشاعة الجرائم اللي هي عملتها، وتفاصيل الجريمة اللي هنحكيها من على لسان جوزها الناجي الوحيد. فتعالوا معايا نشوف قصة مدام جربيز، أو زي ما اتسمت في فيلم سلامة في خير، أم يني. السلام عليكم اعزائي المتابعين والمشاهدين في كل مكان. ام يني كانت من الجاليات الاجنبيه اللي كانت بتيجي لمصر في سابق العهد، وكان في منهم اللي بيختاروا المجال الفني عشان يشتغلوا فيه، وبالصدفه اختارها المخرج نيازي مصطفى في فيلمه عشان تعمل شخصيه ام يني في فيلم سلامه في خير. وظهرت مع ابنها فيكتور في دور الجاره اليونانيه لنجيب الريحاني، وفعلا حقق الفيلم نجاح جامد في سنه 1937. وبعد ما اتعرفنا على ام يني نيجي للجريمه، وهي اللي كانت سبب في قتل حماتها واخو جوزها باكتر الطرق بشاعه، اللي محدش يتوقع انها تخرج من واحده ست. ولانها فنانه وظهرت في فيلم سلامه في خير، وكان هو ده فيلمها الاول والاخير، واللي كان من بطوله الفنان الجميل نجيب الريحاني. والخبر خد اهتمام كبير في الاوساط الفنيه، وهو خبر اعدامها. ونروح بقى ونتكلم عن تفاصيل جرائمها البشعه. حاجة غريبة حصلت في عرض الفيلم. بعد ظهورها في الفيلم مع كل النجوم اللامعين، وفي الوقت ده اختفت مدام جربيز بشكل غامض، وما كانش حد يعرف أي حاجة عن حياتها الشخصية، لأن مفيش حد دخل في تفاصيل حياتها. وهنا جت المفاجأة، وفي فترة عرض الفيلم حصلت حاجة غريبة خلت الناس والجمهور والإعلام تصيبهم الدهشة والاستغراب، لأن مجرد ما ظهرت مدام جربيز في مشهد في الفيلم، وقف راجل وقعد يصرخ لحد ما وقف عرض الفيلم عشان صريخ الراجل. راجل وشه مشوه، اتبين بعد كده انه جوز جربيز، وهو اسمه احمد والي من اهالي اسكندريه. كان بينتمي لاشهر العائلات هناك، وكان من تجار الذهب المعروفين بسبب ثروه ابوه واخوه. ولما سالوا جوزها عن سبب صريخه، قعد وقال حكايته، وقال انه بعد وفاه والده نزل اعلان في الجريده بيطلب سكرتيره عشان تقوم بمساعدته في إدارة المحلات بتاعت الذهب اللي كان بيديرها مكان أبوه اللي توفى. واتقدمت للوظيفة ست يونانية، لكنها كانت من مواليد مصر وعاشت فيها، عشان كده كانت بتتكلم عربي كويس، علاوة على كده إنها بتتكلم كذا لغة باللغات الأجنبية التانية، لأنها كانت مثقفة وجميلة، واسمها مارسيا ديمتريوس. واعتمد عليها أحمد والي في كل حاجة، وتولت هي بدورها كل شغل محلات الذهب. ومع الوقت نشأت بينهم علاقة حب وانتهت بالجواز، وده بعد ما دخلت الإسلام وشهرت إسلامها وغيرت اسمها لاسم فاطمة. وبعد مرور فترة مش كبيرة على جوازها، قالت لجوزها إن أخوه الوحيد اتحرش بيها وحاول إنه يعتدي عليها وهي في البيت لوحدهم في فترة غيابه. وفي يوم كان أخو جوزها معاها، وبدأت في الصريخ لحد ما سمعها جوزها ودخل بسرعة عشان ينقذها، وفضل يضرب في أخوه بعنف لحد ما لفظ أنفاسه ومات. ففكروا هيعملوا إيه؟ فقام هو بدفن جثة أخوه في مكان في حوش البيت. ولما سألته والدته عن غياب أخوه، مش لاقي عذر يقوله عليه، وقال له إنه بعته لإيطاليا عشان يجيب بعض المشغولات الذهب. لكن والدته ما كانتش مقتنعة، وبعد مرور الوقت بدأت تسأل في السفارات وتأكدت من إنه ما خرجش من مصر. وهنا اقترحت عليه أم يني الشيطانة إنه يقتل أمه ويخلص منها، لأنها هتبقى سبب تهديد ليهم في أي وقت بسبب سؤالها المستمر عن أخوه. وفعلا نفذت خطتها وحطت السم في الأكل لحماتها، وماتت واتدفنت جنب ابنها في حوش البيت. بعدها أحمد جات له حالة من الاكتئاب وما بقاش يروح لشغله، ففكرت وقالت له
اعمل لي توكيل عشان ادير كل الشغل اللي انت ما بتعملوش. وبدأت في خدعة جديدة لجوزها، وراحت البنك وسحبت كل فلوسه لانه كان عامل ليها توكيل عام، وقدرت انها تسحب كل الفلوس من حساب جوزها وهربت. وما وقفتش بقى كل حيالها الشيطانية لحد كده، لا، لازم تكمل. وراحت بعتت كام راجل من اللي هم بتوع العصابات اللي اجسامهم كبيرة جدا لبيت جوزها احمد عشان يخلصوا عليه. واول ما وصل جوزها البيت نزلوا عليه بالضرب وولعوا النار في البيت عشان يتحرق ويموت. ولحسن حظه انه نط من الشباك، والحريق اثر بس على وشه بحروق خفيفه، وما كانتش تعرف انه هيتم انقاذه وهيعيش بس مشوه من الحريق. واختفت جربيز بعد ما نفذت خططها على جوزها، وناس قالت انها اتجوزت من راجل يوناني وخلفت منه فيكتور، وهو ياني اللي قام بالتمثيل معاها في الفيلم. وفي التحقيقات قالت انهم كانوا على علاقه عاطفيه قبل ما تتجوز من احمد الوالي من الاساس، وكانت تقدم لخطبتها الاول، ولكن عشان كان فقير اهلها رفضوه. وبعد ما سمعوا الحقيقه من جوزها احمد الوالي، بدات الشرطه تنزل اعلانات في الصحف والجرايد بيبحثوا عنها لانها متهمه في كذا قضيه ومطلوب القبض عليها على وجه السرعه. واول ما جت عينيها على المنشورات وعرفت انها مطلوب القبض عليها، بدات تجهز نفسها عشان تهرب بكل اللي تملكه من فلوس وذهب. وقبل هروبها طمع فيها جوزها اليوناني وقال لها انت هتسيب الفلوس والذهب، ولكن بسرعه طلعت المسدس وقتلته. وقبل ما يلفظ انفاسه الاخيره حاول انه يقتلها، لكن الرصاصه جت في راس ابنها فيكتور اللي وقع مقتول على طول. انهارت بالصريخ وقعدت تصرخ لحد ما سمع صوتها الناس كلها والجيران، وبلغوا الشرطه، وفعلا تم القبض عليها بسرعه. وتم الحكم باعدام مدام جربيس اللي كانت تستحق المصير ده عشان عداله ربنا وعداله السماء تتحقق. وكمان تم اعدام جوزها الجواهرجي احمد الوالي لانه اعترف على نفسه بقتل اخوه عن عمد والاشتراك في قتل والدته كمان. وتم اعدامهم مع بعض في نفس اليوم، اتعدموا مع بعض. كتير من النجوم في عالم الفن بيسيبوا بصمة، ممكن تكون أعمالهم الفنية أو جرايم تخلي الكلام ينتشر في الرأي العام والإعلام، زي ما حصل مع مدام جربيز. وديت كانت قصة من قصص ناس ممكن نكون سمعنا عنهم أو شفناهم ولو لمرة واحدة، زي أم ياني مع نجيب الريحاني في فيلم سلامة في خير. يا رب الحلقة تكون عجبتكم وأكون قدرت أقدمها بكل تفاصيلها، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة لو مش مشترك عندي. ولكم مني جزيل الشكر والاحترام، المحارب البرنس. شكرا.